العالم كله، عشان في ناس بتراقبها من الدول الخارجيه. فانا اعلنت فيها موقف مصر تماما، واعلنت ان احنا عمده السلول الشيخ سعيد واخد هو مهمه ان هو بيبدا ينسق مع عمده مساعد دي مراحل، وعمل هو في مراحل كتيره نجاحات. وقلت لما بيحتاج حتى ان العمد تجتمع، فالحمد لله له مكان محترم في محافظه مطروح وبيجتمعوا، وفعلا حصل ان اجتمعوا العمد وقالوا بعض المطالب او التوصيات. المطلب الاول ان احنا نعمل مكان للتأشيرات، حتى خاص بالجانب الليبي في الجانب الاخر خاص بالجانب المصري، يعني يبقى هنا في مكتب ممثل من وزاره الخارجيه. والمطلب الثاني ان احنا زي ما هم بقى بداوا يعني يعملوا تاشيره، يبقى احنا نروح نتحرك الليبيين من اثناء عن المنفذ بتاشيره. وقلت اننا بالرغم عن هذا احنا دوله كبيره، وليبيا دوله جار، واما بيننا وبينهم في قبائل وفي حب، وانا بقف جنب هذه الدوله واقفه فعلا، ان ما اعتقدش ابدا حتى لو طلعت اشاعات ان في ما عملش عمل عدائي وبتاع، احنا مش بنعمل بالمثل في العدائيات ابدا. ليه؟ عشان دي حالات شاذه، مش